أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم لنستكمل سويا رحلتنا الشيقة والممتعة، رحلة عيشيها صح، رحلة وعي. حلقة النهاردة مش مجرد حلقة، دي مواجهة حقيقية مع أكتر سجن خفي إحنا اللي بنبني قضبانه بإيدينا. حلقة فك التعلق والارتباط بالأشخاص والأهداف. عارفة يعني إيه تكوني عايشة بجسمك هنا، لكن روحك وقرارك وضحكتك وحتى النفس اللي طالع وداخل منك مربوط بحبال دايبة في إيد حد تاني؟ لما تلاقي نفسك بتقولي أنا من غير الشخص ده أموت، أو أنا مستحيل أكون سعيدة لو الحلم ده ضاع، هنا لازم تسكتي تماما وتسمعيني بقلبك قبل ودنك، لأن الكلام ده حرفيا ممكن يغير مسار حياتك بالكامل. خبير النفس اللي جوايا بيقولك إن ده مش حب، ده إدمان عاطفي واستنزاف ذاتي كامل الأركان. انت حرفيا بتقطعي الأكسجين عن نفسك وبتقولي للي قدامك اتنفس بدالي. خلال حلقة النهاردة هنفك الشفرة دي سوا. التعلق معناه إنك سلمتي ريموت مشاعرك لشخص تاني وبقيتي معلقة سعادتك ونفسك وضربات قلبك بوجوده. الإنسان الطبيعي ربنا خلقه كائن مستقل، لكن لما بتدخلي في حالة التعلق المرضي كأنك بتقطعي الأكسجين عن نفسك وبتقولي للي قدامك اتنفس بدالي. ده حمل تقيل جدا على الطرف التاني، وفي نفس الوقت هو سجن انت اللي بانية قضبانه. الإنسان ده عبارة عن توليفة عبقرية من جسد ونفس. الجسد محتاج أكل وشرب ونوم علشان يقف على رجله، لكن النفس دي ليها غذاء تاني خالص، أمان ومعنى وقيمة وطمأنينة. المشكلة إننا في عصر المظاهر والماديات بقينا بنهتم جدا بشكلنا الخارجي وبننسى نغذي النفس من جوه. لما نفسك بتجوع بتبدأ تدور على مسكنات خارجية، فتروح تدور على الاهتمام من شخص أو كلمة حلوة تسكت وجعها، لمجرد إنك تحسي بكيانك. وده بالظبط أول طريق الضياع. بقينا نربط قيمتنا كبشر بأشياء مادية، زي أنا مش هبقى سعيدة ولا مرتاحة غير لو اتجوزت فلان الفلاني، أو مش هحس بكياني غير بالعربية دي أو الكلية دي. هنا أنت عملتي أخطر حاجة في علم البرمجة اللغوية والعصبية. أنت ربطتي هويتك بشيء خارج عنك. يعني لو الشيء ده ما يجيش أو الشخص ده مشى، أنت بقيتي صفر في نظر نفسك. وده مش بيعمل توتر وقلق، ده تدمير ذاتي بطيء بيخليكي عايشة في حالة طوارئ مستمرة وخوف من الحرمان. أي حاجة بتديلك شعور بالسعادة وانتي مش مكتفية بذاتك هتكون مؤقتة، زي المخدر بالظبط، وبعدها بتتقلب لآلام وتعاسة ووجع قلب. وده قانون كوني. الحاجة اللي بتخليها مصدر سعادتك الوحيد هي نفسها اللي هتكون سبب دمارك النفسي، لأنك ببساطة حولت ذبذباتك لذبذبات احتياج ونقص وخوف. ركزي في النقطة دي لأنها جوهر علم الطاقة. تخيلي معايا المغناطيس لما بتحاولي تقربي قطبين متماثلين بيحصل بينهم تنافر. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع أهدافك أو
حتى الأشخاص اللي متعلقة بيهم. كل ما تموتي على الحاجة وتحسسي الكون إنك ناقصة من غيرها، الحاجة دي بتبعد عنك وتجري. ليه؟ لإنك بتبعتي إشارة خوف مش حب، والخوف دايما بيطرد الحاجة اللي بنتمناها، وبتلاقي نفسك مستغربة وبتتوتري، وكل ما الأنا عندك تعلى وتصر إنها تمتلك الشيء، كل ما الشيء ده بيعلن تمرده عليكي وبيبعد أكتر وأكتر. ما زلنا بنتكلم عن التعلق، وبالذات التعلق بالأشخاص وبالأهداف، والنقطة دي لو فهمتيها صح حياتك كلها هتتغير للأفضل. خليني أبدأ بسؤال بسيط: ليه في بنات مرتبطين جدا بفكرة الزواج، وكل مرة بيتقدم لهم حد الموضوع بيبوظ؟ لا مشكلة واضحة ولا سبب منطقي، بس العلاقة بتخلص قبل ما تبدأ. هي نفسها مستغربة، طيب أنا عملت إيه؟ أنا نيتي كويسة، أنا نفسي أستقر، يبقى ليه؟ السبب مش في الناس ولا في النصيب، السبب في حالة داخلية اسمها التعلق. لما تبقي ماسكة فكرة الجواز بإيديك الاتنين وموقفة عليها سعادتك ومأجلة حياتك ومستنية اليوم اللي يحصل فيه عشان تبدأي تعيشي، عقلك بيفهم رسالة واحدة بس: إنك مش بخير دلوقتي، إن حياتك ناقصة، إن الفرح مؤجل. وهنا العقل يعمل إيه؟ يقفل كل إحساس بالراحة، يقفل كل استمتاع، ويقول لك لأ، لسه استني لما الهدف يتحقق. الغريب بقى إن أي حاجة حلوة بتحصل في حياتك بعد كده مش بتحسي بطعمها، مش بتفرحي بيها زي زمان. ليه؟ لأنك بنفسك طلبتي من عقلك يوقف الاستمتاع، طلبت منه يقولك مفيش فرح كامل غير لما الحاجة دي تحصل. وده أخطر قرار نفسي ممكن إنسانة تاخده من غير ما تحس. تعالي نربط ده بمثال تاني: أهداف كتير، ناس كتير قالت أنا النهاردة فقدت الأمل، ويوم ما بطلت استنى، ويوم ما طنشت الهدف جه لوحده. ليه؟ ليه ده بيحصل؟ لأنك وقتها فكيت الارتباط مش الهدف، الارتباط النفسي بيه. قانون الجذب ما بيشتغلش وانت ماسكة في الحاجة بخوف، ما بيشتغلش وانت محتاجة، ما بيشتغلش وانت مأجلة حياتك. أي شيء انت معلقة عليه سعادتك وموقفة عليه راحتك مش هيجي، ولو جه مش هتحس بمتعته. ليه؟ لأن العقل ربط الراحة بتحقيق الشيء مش باللحظة اللي انت فيها، وده بيحولك لحاجة نفسية معينة: توتر، قلق، استعجال، إحساس إنك مش على بعضك. ودي مشاعر بسيطة، دي ذبذبات، ذبذباتك وقتها بتبقى أقل من الهدف نفسه. يعني انت عايزة حاجة بس حالتك الداخلية مش في مستواها، وده يخلي النتيجة واضحة: الهدف ما يجيش، أو يجي مش زي ما كنت متخيلاه. لما تربطي راحتك بوجود شخص، عقلك يبتدي يخاف: طب لو مشى، طيب لو اتأخر، طيب لو ما كملش. الخوف ده يتحول لضغط، والضغط يتحول لطاقة خائفة، والطاقة دي بتنعكس على كل تصرفاتك، فتبقي متوترة، مستعجلة، حاسة إنك عايزة تطمني بأي شكل، والطرف التاني يحس بده من غير ما يتكلم، يحس إن في حمل،
إن في توقعات، يحس إن في تعلق، والعقل البشري طبيعي بيهرب من الضغط حتى لو مش فاهم ليه. وهنا تتفركش العلاقة وانت تفضلي واقفة قدام السؤال نفسه ليه؟ الإجابة بسيطة، انت ما كنتيش عايشة، انت كنت مستنية. طول ما سعادتك متعلقة بحاجة لسه قدام، فحياتك واقفة مش بتتحرك. وطول ما حياتك واقفة، ذبذباتك أقل من اللي انت عايزاه. التحرر مش إنك تبطلي تحلمي ولا إنك تبطلي تحبي. التحرر إنك تحلمي بس تعيشي، إنك يكون عندك هدف بس ما توقفيش سعادتك ولا حياتك ولا روحك عليه. التحرر إنك تحبي بس ما تستسلميش وتأجلي سعادتك. لسه بنتكلم عن التعلق، بس المرة دي من زاوية أعمق من المنظور الديني. الزاوية اللي لو استقرت في قلبك تريحك قبل ما تغير أي حاجة حواليكي. أول حقيقة لازم تكون واضحة، الراحة والسعادة مكانها الطبيعي مش شخص ولا هدف ولا مادة، مكانها المفروض يكون مربوط بالخالق فقط. ليه؟ لأن القلب في العقيدة ما ينفعش يتعلق بحاجتين في نفس الوقت، يا إما متعلق بالله يا إما متعلق بغيره. وهنا بقى النقطة الخطيرة، الله يغار على قلب العبد غيرة حقيقية، مش بمعنى بشري، لكن بمعنى إن القلب ده مكان عبودية، مكان تعلق، مكان ثقة. فلما القلب يسيب مكانه الطبيعي ويتعلق بشخص أو وظيفة أو زواج أو فلوس أو نتيجة، ربنا بيذيقك مرارة هذا التعلق. ولكن ربنا ما بيكسرش قلبك، بيذيقك مرارة التعلق علشان تفوقي، علشان ترجعي تلاقي مرارة الانتظار، مرارة القلق، مرارة الخوف من الفقد، مرارة إنك تبقي مش مطمئنة. مش عقاب، ده تنبيه. الطبيعي بقى والسليم إنك تكوني مبسوطة بالموجود وراضية باللي في إيدك وقلبك متعلق بربنا. بس مش معنى كده إنك ما تحلميش ولا ما تسعيش، لكن الفرق إنك بتعملي الحاجة وإنت رايقة، والرايقة هي اللي بتوصل. اللي داخلة الجواز مش من باب النجاة لكن من باب المشاركة، واللي بتدور على شغل مش من باب الذعر والخوف لكن من باب الأخذ بالأسباب، واللي عايزة تنجح مش وهي مرعوبة من الفشل لكن وهي واثقة إن ربنا شايلها في كل الأحوال. إنما لما تقولي أنا نفسي أتجوز، أنا نفسي ألاقي شغل، أنا نفسي أنجح، والنفس دي طالعة من وجع ومن خوف، من شعور بالنقص، انت كده مش طالبة، انت محتاجة. والفرق كبير. المحتاج بيستنى، بيترقب، بيتوتر، بيراقب العلامات ويفقد راحته. علشان كده تلاقيه يرضى بأقل حاجة ويقبل بأقل معاملة ويتنازل عن نفسه، لأنه مش متعلق بالله، متعلق بالماديات. واللي يتعلق بالماديات ظروف الحياة هي اللي بتمشيه. النهاردة مبسوط بكرة مكسور، حسب اللي حصل واللي يحصل.
أما بقى اللي قلبه متعلق بالله، حتى لو الدنيا كلها حواليه ملخبطة، عنده سكينة، عنده حسن ظن. عارف يعني إيه حسن ظن بالله؟ يعني إيه واثقة؟ يعني إيه إن ربنا شايف وسامع ومدبر؟ مش لازم تفهم الكيف ولا التوقيت ولا الطريق، لأن ربنا عنده طرق وسيناريوهات لا محدودة، عقلك ما يقدرش يتخيلها ولا يوصل لها. انت ممكن تشوفي هدفك من باب واحد، لكن ربنا فاتح لك 1000 باب. انت شايفة الحل في شخص، وربنا شايفه في ظرف أو تأخير أو منع أو تحويل مسار. فلما قلبك يكون متعلق بالله، انت بتسلمي القيادة، مش مستسلمة لكن واثقة. ساعتها تسعي من غير توتر، تجربي من غير هلع، تتحركي من غير استعجال. واللي بيحصل إن الأمور تمشي بطريقة أنظف وأهدى وأضمن، مش لأنك ضغطتي لكن لأنك سبت المساحة. التعلق بالله مش بيمنع الرغبة، بيمنع الذل الداخلي، مش بيمنع الطموح، بيمنع القلق، مش بيمنع الحب، بيمنع التأليه. وفي اللحظة اللي القلب يرجع لمكانه الصح، الراحة ترجع حتى قبل الحاجة ما تحصل. وده أعظم نصر ممكن إنسانة توصل له. خلينا نكمل، لأن من أخطر أشكال التعلق إنك تبقي عندك مشكلة أو حلم أو هدف، وتحبسي نفسك في سيناريو واحد وبس. عايزة تنجحي فترسمي طريق واحد في دماغك، لو ما مشيش تحسي إن كل حاجة وقعت. عندك أزمة مادية فمقتنعة إن الحل شغلانة بعينها، شخص بعينه، فرصة واحدة. عايزة تتجوزي فتربطي الجواز بشخص واحد وطريقة واحدة، وتقولي يا كده يا مفيش. وده في حقيقته نوع خطير من التعلق، مش بالشخص بس لكن بالطريقة. انت كده مش بس حاطة سعادتك في ايد غيرك، انت كمان قافلة كل الأبواب إلا باب واحد. وعقليا ونفسيا ده بيعمل ايه؟ بيحطك في حالة انتظار وترقب وتوتر، لأن لو الباب ده ما اتفتحش انت ما عندكيش خطة بديلة ولا رؤية أوسع ولا مساحة حركة. فأي تأخير بيتفسر جواكي على إنه رفض أو فشل أو نهاية، مع إن الحقيقة إن ربنا دايما ما بيشتغلش بخط واحد ولا طريق واحد ولا سيناريو واحد. التعلق هنا مش في الهدف، التعلق في الكيفية. انت عايزة الهدف بس عايزاه بطريقة معينة وفي وقت معين ومن باب معين، وده بيسحب منك الهدوء وبيخليك مضغوطة ومشدودة. والإنسانة المشدودة بتشوف أقل وتستقبل أقل وتختنق أسرع. علشان كده دايما فك التعلق عن الطريقة وسيب الهدف في القلب، لكن خليه مفتوح. ربنا يوصلني بالطريقة اللي يشوفها صح، مش اللي أنا رسمتها بخوفي. ننتقل بقى لمستوى الأشخاص. مش كل شخص متعلقة بيه يبقى بتحبيه، دي نقطة محتاجة صدق مع النفس. الحب الحقيقي مش بيخليك تحسي إنك بتختنقي من غيره ولا إنك مش قادرة تعيشي. الإحساس اللي بيقول أنا من غيره أضيع، أنا من غيره ولا حاجة، ده في أغلب الأحيان تعلق مش حب. ليه؟ لأن الحب اختيار مش ضرورة. الحب قرب مش اعتماد.
مش شرط أقول بحبك يبقى ما أقدرش أعيش من غيرك. الجملة دي رومانسية في الأفلام لكن مدمرة في الواقع. علشان كده كتير من البنات والشباب اللي كانوا بيقولوا مش قادر أعيش من غيرك، أول ما يتجوزوا تحصل حرايق. ليه؟ لأن التعلق اتشبع والاعتماد اتشبع، فالطاقة اللي كانت شغالة شوق ولهفة اتحولت نفور وضيق. لأن أي علاقة قائمة على الاحتياج مش على الاكتمال مصيرها الاختناق، زي ما قلنا قبل كده. وأعيدها هنا بشكل أوضح: أي متعة وأي سعادة بتدوري عليها بره ذاتك وبعيدة عن ربنا هي متعة مؤقتة. أول ما تحصلي عليها تلاقي طعمها خف وبريئها راح، مش لأنها وحشة لكن لأنها اتحطت في مكان غلط. انت حولت الشخص أو الجواز أو الهدف لمصدر حياة، ومفيش حاجة مخلوقة ينفع تكون أصلا مصدر حياة. فالنتيجة إنك تفضلي طول عمرك معلقة حياتك ومأجلة سعادتك على أوهام. كل مرة تقولي لما يحصل كذا ارتاح، تحصل وتلاقي نفسك بتدوري على غيره، وده التعب الحقيقي. التحرر هنا مش إنك تبطلي تحلمي ولا تبطلي تحبي. التحرر إنك تفكي التعلق عن الشخص وعن الطريقة وعن الوهم، وتخلي السعادة حالة داخلية مش جايزة مستنية حد يديها لك. لما ده يحصل العلاقة تهدى والهدف يقرب والحياة تبقى أخف. وهنا بس نقدر نقول إنك مش ماشية ورا وهم، إنت ماشية ورا حياة حقيقية. فيه نوع تاني من التعلق وهو التعلق بالصورة. يعني مش بس متعلق بشخص أو هدف، لأ، انت متعلقة بصورة نفسك قدام الناس. بكده راحتك النفسية بقت في إيد الناس. كل ما واحد مش عاجبه الصورة اللي قدامه يحسسك بالضغط، بالخوف، بالارتباك. بتحس إن أي كلام عنك ولو حتى بسيط ممكن يزعلك، يهزك. مش عارفة تكوني متوازنة ومودك يتلخبط. مثلا لو كنت بتعملي خير وتاخدي عليها تقدير، وجاء حد وقال لأ هي مش كده، دي بخيلة، تحس بالاهتزاز بالضيق حتى لو الكلام ده مش حقيقي، لأنك مش عايشة الفعل عشان نفسك، لأ، ده عايشاه ده كله عشان الصورة، عشان الناس تقول عليك كويسة، عشان تلمعي صورتك. والنصيحة هنا اللي متعلقين بالصورة: خلي قلبك يروق. الله سبحانه وتعالى خلق البشر مختلفين، مش كل الناس هتفهمك، مش كل الناس هتحبك. حتى الأنبياء، حتى جحا والحمار اللي اتعمل قصصهم في التراث اتعرضوا للسخرية ومحدش هزمهم بسبب رأي الناس. فالخلاصة هنا: الصورة قدام الناس مش مصدر قيمتك، مش مصدر راحتك، مش مصدر سعادتك. خلي نفسك عزيزة، قيمتك جوه قلبك، سعادتك جوه روحك. ده اللي المستحيل حد ياخده منك. لما تفهمي ده هتتحرري وهتبقي مش هتتأثري بكلام الناس، وهتقدري تعملي الخير من غير ما تنتظري تصفيق. هتقدري تكوني رايقة ومتصالحة مع نفسك، وصورتك الحقيقية هتكون أقوى من أي صورة بره قلبك. طيب تعرفي إزاي إن عندك تعلق مرضي؟ حتى من باب عرفت الشر لأتقيه لا لأقع فيه.
من علامات ومظاهر التعلق بالأشخاص إنِّك بتشوفيه أهم منِّك. يعني إيه؟ يعني ببساطة إنِّك بتدّي الشخص ده حجم أكبر من حجمه الطبيعي، أكبر من الحجم اللي بتدّيه حتى لنفسِك. بتحسّي إن وجوده هو اللي بيحدد سعادتِك، بيحدد راحتِك، ومستعدة تعملي أي حاجة، أي حاجة خالص عشان العلاقة دي تفضل مستمرة. كمان من علامات التعلق المرضي إنِّك بتفترضي إن الشخص ده هيبقى معاكِ دايمًا، مش مجرد توقُّع بسيط، لأ، توقُّع ثابت في عقلِك وقلبِك. يعني أي حاجة يحصل فيها غياب بسيط بتحسّي كأن الدنيا وقفت، وكأن جزء منِّك اختفى. وطبعًا بمجرد ما بيغيب عنِّك شوية أو يسافر أو يبعد عنِّك لأي سبب، أنتِ بتبدئي تدّي له كل مشاعرِك، كل وقتِك، كل أفكارِك، كل طاقتِك النفسية. بتعيشي مع كل حركة أو كلمة منّه، بتفكّري هو هيعمل إيه، هو زعلان منّي، هو فاكرني. وكل غياب بسيط أو تجاهل بسيط بيولد جواكِ شعور بالنقص، شعور بالخوف وبالاستعجال، وشعور إنه مش واخد باله منِّك. إنِّك كل ما حاولتِ تقرّبي منّه أكتر، كل ما تعلُّقِك زاد، كل ما الذبذبات اللي جواكِ اتقلبت لسلبية، توتر وقلق وضغط وحتى غضب صغير من غير سبب واضح. ودايمًا تحسّي إن كل شيء في حياتِك مربوط بيه، السعادة، الراحة، حتى شعورِك بالقيمة، كل ده متوقف على وجوده. وهنا الخطورة الكبيرة، لإن أي غياب منه أو أي خطأ أو أي تجاهل بيكون بالنسبة ليكِ كأنِّك فقدتِ السيطرة على حياتِك، وكأن قلبِك محتاجه عشان يعيش. خُدي قاعدة معايا، لو لقيتِ نفسِك في أي شكل من ده، ده مش حُب، ده تعلُّق مرضي، تعلُّق بيخلّيكِ معلّقة بينِك وبين الشخص ده، بينِك وبين شخص تاني. بتنسي نفسِك، بتنسي قوتِك، وبتتحكم فيكِ مشاعرِك من الخارج. والحل ترجعي لنفسِك، تستعيدي التحكم في قلبِك وعقلِك، تخلّي وجودِك الداخلي هو مصدر سعادتِك مش أي حد برّاه. كمان من علامات التعلق المرضي بالأشخاص هو إنِّك تحاربي من أجله. يعني كل مجهودِك وكل وقتِك وكل طاقتِك النفسية متجهة علشان تكون مع شخص معيّن ولأجل إسعاده. لكن هنا لازم نُقف شوية ونسأل نفسنا، ليه بتعملي كده؟ ليه كل طاقتِك ووقتِك ومجهودِك بيركّز في شخص واحد؟ لإنِّك ببساطة مش عايزة يضيع المجهود الكبير اللي بذلتيه، مش عايزة تحسّي إن كل تعبِك وفكرِك وكل اللي قدّمتيه راح على الفاضي. حتى لو الموضوع مش مضمون، حتى لو الشخص ده مش حاسس بمجهودِك، أنتِ حاسة إن لو ابتعد كل اللي قدّمتيه هيضيع. وده اللي بيخلق شعور بالضغط النفسي والقلق الداخلي. تحسّي إن حياتِك متوقّفة، كل لحظة بعيدة عنّه بتحسّيها تهديد، وكل لحظة قُرب منّه بتحسّيها إنِّك مضطرة تتحكّمي في كل شيء. لكن الحقيقة اللي بيحصل إنِّك مش عايشة لنفسِك، أنتِ عايشة للنتيجة، عايشة للمجهود اللي قدّمتيه، مش عايشة للسعادة الداخلية بتاعتِك، ومش حاسة إن القوة الحقيقية جواكِ. وهنا بقى السر، لمّا تعرفي إن التعلق مش بس بالمجهود، ده بالتفكير الداخلي والربط النفسي، بتدركي
إن كل اللي بتعمليه لأي شخص ممكن يكون سجن لنفسِك مش حرية، مش حُب حقيقي. التحرُّر بيبدأ لمّا ترجّعي التركيز لنفسِك، للسعادة اللي جوّه قلبِك وللطاقة اللي جواكِ، وبتكتشفي إنِّك تقدري تحبّي وتقدري تقدّمي بدون تعلُّق مُفرط. من علامات التعلُّق المرضي بالأشخاص هو إنِّك بتتنازلي علشانه، تلاقي نفسِك بتقلّلي من قيمتِك، من كرامتِك، بتتحمّلي حاجات ممكن تزعّل قلبِك أو توجعِك، وبالتالي كل ده بيخلّي التعلُّق يزيد. طَب إزاي ده بيحصل؟ لإنِّك ببساطة مش قادرة تتقبّلي فكرة إنه بيقلِّل من كرامتِك، فبتكذبي على نفسِك عشان ما تحسّيش بالألم، بتلفّي تدوّري على مبررات وأعذار، وهنا السحر الأسود للتعلق. كل ما تكذبي على نفسِك وكل ما تحاولي تبرري تصرفاته، كل ما بتتمسكي بيه أكتر وكل ما التعلق بينِك وبينه بيزيد. اللي بيحصل ببساطة ده قانون نفسي، العقل بيحاول يحميكِ من القلق، فبيخلق لِك قصة مبررة تخلّيكِ تعيشي في وهم الأمان، لكن الحقيقة كل تنازل منِّك وكل كذبة على نفسِك بتقوي التعلق وبتحبسه جوه قلبِك. التحرر يبدأ لما تفهمي إن الكرامة والقيمة مش حاجة للتفاوض، وإن أي شخص يقلل منِّك ده مش نهاية العالم، ده فرصة تشوفي الحقيقة، تشوفي مين معاكِ بصدق ومين اللي بيعتمد عليه التعلق لتستمري. خدي نفس عميق وفكري، هل أنا بعيش لنفسي ولا عايشة المجهود وتبريرات عشان حد؟ لما تفهمي ده هتقدري تحرري قلبك وتحصلي على القوة الحقيقية اللي جواكِ.